الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، ده جبنة كريمي انا عاملاها في البيت. طعمها جامد جدا جدا، تحفة، مش قادرة اقول لكم حلوة ازاي. وسهلة جدا ومش مكلفة. مجرد ان احنا جبنا الجبنة القريش وضفنا شوية مكونات عليها، عملت لنا الجبنة الكريمي التحفة دي. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين؟ كريمي كريمي يعني اهي. شايفين الجمال والطعامة؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بقى بينا تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. نبدأ بقى بسم الله. معانا 3 قطع جبنة قريش اهي، جبنة طازة. كل ما تكون طازة كل ما تكون ايه النتيجة تطلع احسن. ومعانا معلقة ملح ونص كوباية زيت وكوباية حليب مغلي وبردته، وعليه كده معلقة قشطة اللي هي القشطة اللي بتطلع من الحليب، والكبة بتاعتنا. اول حاجة كده بسم الله. ننزل بقى ايه بالجبنة. ودلوقتي بقى ايه هضيف الحليب. انا مش هضيف الكوبايه كلها برضو احتياطي، عشان ايه نشوف على حسب ما تحتاج. ودلوقتي بقى هنضيف الملح. ونشغل الكبة. بسم الله. نشوف بقى كده هتحتاج حليب تاني ولا لا. كده ممكن ايه نضيف لها كمان شويه الحليب الباقيين. ونكمل ضرب. ودلوقتي بقى ايه نضيف الزيت. برضو الزيت مش هضيفه ايه مره واحده كده، ايه شويه شويه. كده هضيف ايه بقيه الزيت كمان، يبقى كده ايه تمام. ونكمل ضرب. بسم الله ما شاء الله، قوامها تحفه. تعمل في البيت بمنتهى السهوله، مش مكلفانا اي حاجه. طبعا كلنا عارفين بتتباع بقد ايه، سعرها قد ايه. شايفين قوامها عامل ازاي. ودلوقتي بقى ايه هنعبيها كده في علبه. شايفين القوام يا جماعه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بجد بجد حاجه ولا اروع. والطعم كمان ايه بقى، وهم بجد بجد، طعمها وهم.
كريمي وتتفرد على السندوتشات بمنتهى السهولة. زي ما انتوا شايفين اهي. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو قادم باذن الله.